بيبدأ الفيلم بمجموعة من الطباخين في مطبخ فاخر اسمه الجوع بيتسابقوا على الطبق الأفضل، وفي نهاية الوقت بيطلع الشيف بول وبيعمل الطبق باحترافية وكان تحفة فنية بيدوه كل الموجودين وبينبهروا بيه. وفي منطقة شعبية بنشوف أوي طباخة في مطعم شعبي بسيط بتاع والدها، لكن عليه إقبال شديد. وفي يوم بيجي زبون بيدوق الأكل وبيعجب بأكل أوي، فبيديها كارت وبيقول لها إن خسارة واحدة في مستواك تدفن نفسها في مكان مجهول زي ده وبيمشي. وبعد كده بتقعد أوي مع أصحابها بعد ما بتخلص شغل، وبنعرف إنها مضطرة تمسك شغل في مطعم العيلة، بس هي مش عاوزة ده، فبيقترح عليها أصدقائها إنها تقبل عرض الزبون وتروح. وبتعمل بحث عن المطعم المكتوب اسمه على الكارت، وبتعرف إنه مطعم مشهور جدا. وتاني يوم بتشوف نفس الزبون، فبتروح تكلمه وبتقول له انها موافقه على عرضه، فبياخدها الزبون اللي ادالها الكارت واللي اسمه تون على مطعم الجوع، وبيكون بيشتغل في المطعم مساعد صغير للشيف. بتروح للمطعم وبتنبهر قوي بالمكان، وبيطلب الشيف منها هي وواحد كان عاوز يشتغل في المطعم انهم يعملوا نوع اكل بسيط كاختبار ليهم. فبيستهزأ زميلها بالطبق لانه واثق من نفسه انه يقدر يهزم اوي، فبيعمل الاكل بمظهر وشكل حلو قوي، واوي بتعمله بشكل عادي جدا لكن بيكون طعمه احلى. وبتنجح في الاختبار، فبيعترض زميلها وبيتعصب، فبيطرده الشيف بول وبيطلب من اوي انها تغير هدومها. وبعد فتره بيظهر بول وبيطلب من اوي تقلي لحمه بطريقه معينه، فبتفشل مره بعد مره وبيضغط عليها بشكل قاسي جدا ويقول لها لو ما عملتش اللحمه زي ما طلبها هيمشيها. وبتستمر اوي في المحاوله لدرجه انها بتبات في المطبخ وايديها بتتملي حروق، لكنها تاني يوم بتنجح وبتعجب بول لكنه مش بيقول كلمه كويسه. وتاني يوم بيكون في حفله لكبار الشخصيات، فبتطبخ اوي وبتبهر الموجودين. وفي نهاية اليوم بيديلها توس رجل أعمال من حضور الحفلة الكارت بتاعه لأنه أعجب بمهارتها. وبعد نهاية الحفلة بياخدها تون على الأماكن اللي بيجيبوا منها مستلزمات الأكل، وبيقول لها إن سر الطعم المتميز لأكلهم هو المكونات الممتازة اللي بيشتروها من السكان المحليين، وبيستضيفوهم وبيقدموا لهم الأكل. وبيقول لها إن الشيف بول بيدي لهم مقابل كبير لمنتجاتهم بشرط يقدموا له أفضل اللي عندهم، وبيعجبها الكلام ده عن الشيف بول. وبتروح تاني يوم المطعم وبتبقى عايزة تشتغل، فبيقول لها بول إن كل اللي بتعرف تعمله هو القلي، فما تفكرش نفسها بقت طباخة مهمة وإنها لازم تبتدي من الأول. وبيخليها تقطع خضار مكان زميلها علشان يوري لها إنها لسه ما اتعلمتش حاجة، وبيطلب منها تسرع أكتر وأكتر، فبتجرح نفسها فبيزهق منها وبيقول لها لازم تعرفي مكانك وقدراتك. وفي يوم تاني بيروحوا حفلة تانية لمجموعة شباب من الأغنياء. بيقول كينج لتون إن نفسه يعيش زيهم، فبيقول تون إنهم كفاية إنهم يشتغلوا مع الشيف بول. فبيقول لهم المساعد الاكبر للشيف العم دانج ان الاغنياء دول مش عارفين قيمه الاكل المميز وجابوا الشيف بول للتباهي بس. وبعد نهايه الحفله بترجع اوي لبيتها وبياكلوا شريحه اللحم الفخره اللي طبختها اوي هي وابوها. وبيدخل عليهم صديقها وبيدي ابوها كوبايه قهوه غاليه جدا، وبيقول له ان صاحب المحل قال له انها مصنوعه من نوع بن حاصل على جايزه في مسابقه كينيا. فبيقول له والد اوي اللحمه والقهوه غاليين علشان متميزين ولا العكس. فبيبصوا لبعض وبيقول صديق اوي وجهه نظر معقوله. وبنشوف بعد كده اوي وهي مع زميلها تون اللي بدأ يدربها من الاول ازاي تقطع الخضار بسرعه وتتبل اللحمه كويس، وجاب لها من نفس نوع اللحمه اللي في المطعم مع انه غالي جدا. وبدأوا يقربوا من بعض اكتر وتتعلم اكتر واكتر. وبعد فتره في المطعم بتكون اوي عملت طبق مطبوخ كويس، فبتدوقه لمساعد الشيف الاكبر العم دونج، فبيقول لها انه مش مستوى كويس. وبيطلع وبيدخل عليهم الشيف بول وبيقول لهم في حرامي في المطعم واكيد هو مش طباخ حقيقي، سرق 500 جرام من كبد الوز و500 جرام من لحم البقر المجفف، مين هيعترف بقى؟ فمحدش بيرد، فبيقول لهم لو محدش اعترف هيفرغ الكاميرات وساعتها هيقدم اللص للشرطه. فبيعترف زميلهم تو ان هو اللي اخدهم، وبيقول له انه ليه 3 سنين بيطبخ الاكل الفاخر للزبائن لكنه ما بياكلش منه. فبيرد عليه الشيف بول ليك سنين شغال هنا وما تعرفش ان الاكل ده للاغنياء بس، ولو انت عايزه للدرجه دي استعين بخدماتي بفلوسك وانا اطبخ لك. وبيترفد من المطعم. وفي يوم بيدوق الشيف بول طبق عملته اوي، وبيقول بكره اوي هتبقى مساعد الكبير الطهاة الرئيسيه، وانت يا عم دونج هتاخد مكان اوي وتو في التقطيع نظرا لقله العماله. وبنشوف في المطعم أسرة مكونة من أب وأم وطفلة صغيرة، وبيدي الأب فلوس للشيف بول علشان يطلب الأكل. البنت الصغيرة بتكون بتلعب بس الأم والأب باين عليهم الحزن الشديد، وبتدخل عليهم أوي وتقدم لهم طبق من الوجبة، والبنت الصغيرة بيعجبها الأكل وبتدي لأوي نجمة. وفي المطبخ بيدي تون الشوربة اللي بيكون عملها للشيف بول علشان يدوقها، فأول ما بيدوقها بيقول له يكبها وبيتعصب، وبيتحرك بول يعمل غيرها بسرعة وبيقدمها وبيرجع للمطبخ وبيهزق تون علشان هو اللي عملها، وبيقول له ده فيها ريحة جمبري. فبيتكلم تون انه اصلا ما كانش فيه جمبري في المخزن، فبيروح على الحلة وبيلاقي فيها جمبري، فبيعرف انه العم دانج هو اللي حطه. فبيتعصب بول وبيقول له ليه بتعمل كده وانت عارف ان البنت الصغيرة عندها حساسية شديدة من المأكولات البحرية.
وبيحرجه بالكلام وبيقول له انت غيران من الشباب علشان اتفقوا عليك وانك طول عمرك فاشل وبتعلق فشلك على اي حاجه تانية. فبيتعصب دانج وبيمسك السكين وبيطعن بول وبيهرب. وبسرعه بياخدوا اوي وتون الشيب بول على المستشفى وبيستنوا معاه لاخر اليوم وبيمشوا. وبتلاحظ اوي ان ملوش عيله جت تزوره، وبتروح له تاني يوم وبتعمل له الشعريه المميزه بتاعه عيلتها. وبتروح للشيب بول اللي بيكونوا قدموا ليه اكل المستشفى، لكنه بيتعصب وبيرمي الاكل لانه قرفان منه. فبتقدم له اوي الاكل، فبيقول لها شعريه مقليه ايه فايدتها؟ فبتقول له دي شعريه كانت جدتي بتعملها لوالدي لما يمرض، علشان كده عشان كان بيتذمر وما بيرضاش ياكل وكان صعب ارضائه. فكانت بتاخد كل اللي في التلاجة وتقليه، بس وصفتها كانت رائعة علشان عملتها بحب فعجبت بابا وتورثتها العيلة. فبيرد عليها بول انه مش بيعترف بالاكل اللي بيتعمل بمحبة، وان دي حجة الفقراء، وان الانسان علشان يكون طباخ لازم يكون ليه دافع. فسألته اوي وايه الدافع اللي خلاك طباخ؟ فسكت شوية وقال انه بقى طباخ بسبب علبة كافيار. وبيحكي انه لما كان صغير والدته كانت خادمة عند ناس اغنياء جدا، وكان بول بيسأل دايما ليه مش بيستخدم اللي بيستخدموه الأغنياء، وليه مش بياكل اللي بياكلوه، خصوصا حبات الكافيار السودا اللمعة اللي كان عارفها انها غالية جدا. وفي يوم دفع الفضول انه يدوقها فاتمسك، فوقعت العلبة على الأرض واتكسرت. وفضلت والدته لشهور تشتغل علشان تسد تمنها، وطلب منها تنظيف الأرضية. فاستغل بول الفرصة وداق الكافيار، لكن المفاجأة ان طعمه كان سيء جدا. واكتشف ان الأكل اللي بناكله بيعبر عن حالتنا الاجتماعية وملوش علاقة بالحب. وبسبب الكافيار ده قرر انه يكون طباخ يتوسل للاغنياء علشان يطبخ لهم ويخليهم يحسوا بالجوع قبل الاكل اللي هيقدمه لهم. وبترجع اوي للبيت وبتعرف ان ابوها تعب في المستشفى، فبتروح له وبتلاقيه ان لسه ما كشفش لان مفيش سرير فاضي. فبتروح تزهق مع التمريض لغايه ما بيدخلوه وبيعملوا له عمليه، وبيكون لسه ما فاقش. وبتمشي وهي طالعه من المستشفى بتسمع خبر على التلفزيون عن عيله مقتوله، وبيقول تقرير الطبيب الشرعي ان الاب قتل زوجته وبنته وبعدين قتل نفسه علشان ما استحملش الافلاس. وبتعرف انها نفس العيله اللي كانوا عندهم في المطعم من فتره. وبعد فتره بيروح طاقم مطعم الجوع في رحله صيد مع مجموعه من الاغنياء، فبيصطادوا الطائر بري علشان ياكلوه. فبيتصدم اوي، فبيقول لها بيقول انه مجرد طائر وان حياته بالنسبه للناس الاغنياء مش اهم من حياه الفراخ والخنازير. فبتقول له ان المشكله مش في الاكل بس، ده مخالف للقانون. فبيقول لها مش هتقدري تستحملي، مش هتبقي طباخه. فبترد عليه اوي انها تستقيل وبتمشي. وبتفتكر الكارت اللي اداهولها رجل الاعمال توس اللي في الحفله، فبيجي لها وبيعرض عليها انه يقدم لها فرصه تبقى طباخه عالميه، وبيقول لها انها موهوبه بس لوحدها مش هتقدر تحقق ده، وانه قرر يدعم موهبتها ويستثمر فيها. فبتوافق. وبتروح اوي لتون وبتعرض عليه انه يشتغل معاها، فبيرفض وبيقول لها ان في المطبخ مفيش ديمقراطيه انما ديكتاتوريه بس، وهو مش عايز يبقى تحت قيادتها. وبعد فتره بيجهز توس المطعم في مكان راقي، وبيجيب لها طقم مساعدين وبتعمل اكل وبيطلع حلو جدا. فبيقول لها توس انه مش هيستثمر في تقليد لبول، وانه عايزها تشتغل بحريه وتطلع موهبتها، تشتغل على نفسها اكتر واكتر وبتوصل لابداعها في الطبخ. وبيعمل لها توس دعايه كبيره وبتبقى مشهوره جدا. بتروح اوي لتون اللي بيكون فتح مطعمه الخاص لكنه مش شغال، فبيقول لها انه فشل في اداره عمل خاص. فبتحاول اوي تواسيه وبتقول له ان المشكله في المكان وانه بعيد جدا عن الشارع الرئيسي. فبيقول لها تون ان ده المكان اللي قدر يدفع ايجاره، وانه مش هيقدر يكمل شهر تاني، وان هي ليها راعي. وبيقول لها انه غيران منها. فبتقول له انها اشتغلت بجد وان الراعي مش هو اللي عمل كل حاجه، وبتوري له الحروق اللي في ايديها. فبيقول لها انا يعني لو اتحرقت زيك هنجح. فبتتضايق لانه بيسخر من اصرارها، وبتقول له ان يمكن ما كانش عنده الاصرار اللازم علشان يوصل لهدفه. فبيزعل توم من كلامها وبيقول لها ان كلامها بقى يشبه الشيب بول. فبتمشي وبعد كده بيجي لها توس وبيقول لها ان الشهرة الحقيقية هتكون بعد حفلة السيدة ميليكي، لان هيكون فيها الطبقة الاجتماعية الراقية وكبار الدولة والنجوم. تكلم اوي توس عن تون وبتقول له انه طباخ ماهر، فبيقول لها انه فعلا ماهر لكن في ملايين. فبتحاول معاه علشان يدي لتوم فرصة، فبيقول لها في الاخر انه هيكلمه. وبيمشي وبيخلص اليوم وبتكون ماشية، فبيدخلها المطعم الشيب بول وبتعمل له اكل وبتطلب رايه، ان رايه ما بقاش مهم لانها خلاص بقت مشهوره ودي ليها زباينها اللي هيقيموها. وبيسالها بقيتي مميزه دلوقتي، وبيقول لها انها من النقطه دي تفكيرها واهتماماتها هتختلف، وانها كل اللي هتفكر فيه انها ازاي تفضل مشهوره. وبيقول لها انها تكون قلقانه في الوقت اللي هتروح فيه شهرتها وتتنسي، وكل تفكيرها هيبقى في ازاي تنجح اكتر، وفي سبيل ده هتخسر حاجات كتيره اولها كان تون. وبيقول لها ما تخافيش انت لسه في الاول وخسارتك هتبقى اكتر، هتفقد القدره على تذوق الشيء المميز. وفي الاخر بيقول لها ان هي مش الطباخه الوحيده اللي استاجروها للحفله وبيمشي. وبنيجي ليوم الحفله وبيكون في مطبخين، وبتتوتر اوي لان شهرتها مش كبيره وفي ناس كتيره مش عارفينها. وبتسالها السيده ميليكي عن الشيف بول، وبتعرف منها ان الشيف بول هو اللي طلبها بالتحديد علشان يتحداها. وبتبدا اوي بالطبخ وبتعمل اطباق جميله جدا وبتقدمها بشكل جميل، وبيعجبوا بيها وبيطلقوا على اطباقها اسم انتصار الموجه الجديده.
وبعدها بتتغير الإضاءة للأحمر، وبينزل من فوق الشيب بول نص عجل وبيقطعه بسيفه وبيرش عليه التوابل، وبعدين بيولع فيه بطريقة مبهرة جدا وبينزله قدام الجمهور، فبيهجموا عليه وبيستمتعوا بطعمه، وبيطلق على وجبته اسم القربان. وبيجي بعدها دور أوي وبتيجي الإضاءة عليها وبتعمل طبق الشعرية المقلية وبتقدمه، وبتقول شعرية التذمر وصفة عائلية ورثناها من جدتي، وبتقول إن لكل واحد فينا طبق بيحسسه إنه في بيته، ومع التقدم في العمر ومصاعب الحياة بنحس بالوحدة أكتر، لكن لما بنرجع بيتنا وناكل الطبق ده بنحس بالأمان، وإن دايما في حد لسه بيحبنا وبنبادله الحب ده. وبيدوق الجمهور الطبق وبرغم بساطته لكن كان معجب بالطبق جدا. وبيجي بعدها الشيف بول وبيعمل شوربة وبيقول لهم نغسل الزيوت دي، وبيتلموا حواليه ويدوقوا الشوربة وبتعجبهم جدا. وبيروح الشيف بول وبيقول له ايه، خد اخر درس مني، مهما كانت اطباقك لذيذه ومهما كان شكلها حلو ومهما كنت مبدعه فمش هتقدري تنتصري على معتقداتهم لانهم مؤمنين بيا، اسمحي لي ان انتصر. وفجاه بيجي البوليس وبيقبضوا على بول، فبيسال عن تهمته، فبيتعرض على كل التليفونات الموجودين في القاعه في فيديو طبخ الطائر البري، فبيتصدم الشيف بول وبنكتشف ان اللي عمل كده هم توماس وتون. وبيبص الشيف بول لأوي وتوس وتون وبيقول لهم ما تفرحوش، انا هطلع منها لان الاغنياء اللي ياخدوني معاهم للصيد مش بيطبق عليهم القانون. وفي الاخر بيبص لأوي وبيفتكر انها متفقه مع توس وتون وبيقول لها دي ضريبه الشهره، وانك لو مشيت على طريق زي ده يبقى تهانين عليك يا كبيره الطهاه. وبيمشي مع ضابط الشرطه. وبتتعصب أوي على تون لانه سرب الفيديو وبلغ عن الشيف بول، فبيقول لها تون ان هي اللي قالت له يكون مصر على هدفه، وبيقول لها ان ده التمن اللي كان عاوزه توس علشان يساعده. فبتحس أوي بقذارة عالم الاغنياء، فبتقرر انها تسيب كل ده وترجع لمطعم ابوها البسيط وتبتدي من جديد وترجع تعيش مع اختها وابوها واصحابها. كده يخلص فيلمنا وحكايتنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد.